في فرق ضخم بين إنك تمشي ورا عقلك وإنك تخلي عقليتك هي اللي تقودك. اللي مش فاهم الفرق بين المايند والمايند سيت أو الفرق بين العقل والعقلية هيعيش حياته كلها في دايرة حماية وهمية بعيد عن أي إنجاز أو سعادة. خليني أوضحها أكتر. العقل هو الهاردوير والعقلية هي السوفت وير. تخيل معايا كده إن عندك ماك بوك برو، أقوى جهاز، أحدث معالج، أسرع إمكانيات. ده العقل، ده الهاردوير. لكن لو مشغله على سوفت وير قديم زي الويندوز اكس بي، الجهاز هيهنج ومش هيطلع إمكانياته. العقل أو المايند ربنا خلقه بيولوجيا علشان يحمينا، علشان كده بيفضل يفكرنا بالخطر وبالنقص وبالألم ويحبسنا في الكومفورت زون. بيتهيأ له إن هو كده بيحمينا، لكن الحقيقة الإنجاز والسعادة مش بيتخلقوا جوه منطقة الراحة. ناس كتيرة بتتفاخر وبتقول أنا بمشي ورا عقلي، بس الحقيقة العقل لوحده ما يعرفش يقود. هو أداة زيه زي الهاردوير. زي ما قلنا اللي بيقود هو العقلية، هي المايند سيت. العقلية الواعية أو السوفت وير اللي بيحدد أنت هتستخدم إمكانيات عقلك إزاي. طيب لو سألتني يعني إيه الكلام دوت، خليني أقول لك أمثلة على دور العقلية أو المايند سيت. العقل ممكن يقول لك أنت ممكن تفشل، العقلية هترد عليه لو فشلت هتعلم. العقل ممكن يقول لك ممكن تخسر، العقلية هترد عليه لو خسرت هكسب خبرة. العقل ممكن يقول لك ممكن تتوجع، العقلية هترد عليه تقول له لو اتوجعت هطلع أقوى. انت اللي بتختار تسيب عقلك يحميك ويحبسك ولا تسيب عقليتك تحررك وتوصلك. لأن العقل بيشتغل معانا بنظام الأوتوماتيك، إنما العقلية هي اللي بتدينا اختيارات وعي. وعلى فكرة ده مش كلامي أنا لوحدي، ده كلام ناس كتيرة زي العالمة اللي اسمها كارول دويك صاحبة كتاب مايند سيت. في الكتاب أثبتت إن الناس اللي عندهم جروث مايند سيت أو عقلية النمو بيحققوا نجاحات أعلى بكتير، سواء في التعليم أو الرياضة أو البيزنس أو حتى العلاقات. وإحنا ياما شفنا نماذج كتيرة جدا في عالم الرياضة بدون ذكر أسامي، ناس حريفة جدا جدا لكن عقليتهم ما خلتهمش يوصلوا لحاجة زي ما هم كانوا بيتمنوها وبطلوا رياضة بدري. وناس تانية أقل منهم موهبة ومش حريفة زيهم، بس عقليتهم عقلية المحترفين اللي خلتهم يوصلوا للعالمية، زي محمد صلاح مثلا. ونفس الفكرة بيأكدها واحد زي بيتر سيج، بيقول You have a mind, you are not your mind. يعني أنت عندك عقل بس مش هو اللي بيتحكم فيك، أنت اللي تقدر تتحكم في عقليتك. أنت فعليا بتبقى اللي بتفكر فيه. لو غذيت عقلك بحاجات مش كويسة هتحس إنك مش كويس. مشاعرك مش مشاكل، دي عبارة عن إشارات أو سيجنالز. الخوف بيقول لك إيه اللي فعلا يهمك، الغضب بيكشف لك الحدود اللي اتكسرت، القلق معناه إنك عايش في المستقبل وبيذكرك إنك لازم ترجع للحاضر. الموتيفيشن لوحده مش بيغير حياتك، اللي بيغيرها هي العادات. لما تغير عاداتك كل حاجة بتتغير. ماضيك مجرد فصل مش كل القصة. الناس اللي بتستفزك مجرد مراية بتوري لك ايه اللي لسه ما تشافش او ايه اللي لسه مش متشافي جواك. والتحكم او الكنترول هو القوة الحقيقية في اختياراتك. المعادلة بسيطة، افكارك بتشكلك، عاداتك بتبنيك، اختياراتك بتعلمك. ابدأ النهاردة بخطوات صغيرة. بدل ما تقول لنفسك مش هعرف، اسأل ايه اللي ممكن اتعلمه علشان اعملها. في 3 خطوات عملية هتغير بيهم عقليتك. اول حاجة، لاحظ افكارك اليومية. كل مرة تقول لنفسك انا ما قدرتش، حولها لازاي اتعلم اعملها. تاني حاجة، غير كلمة الفشل. بدل ما تقول فشلت قول اتعلمت. كل تجربة هي عبارة عن ديتا جديدة للعقل. ثالث حاجة، اختار بيئتك بحكمة. الناس اللي حواليك هم اللي بيبرمجوا جزء كبير من عقليتك.
لو الوسط اللي انت فيه سلبي هتشوف الدنيا بعين سلبية، ولو الوسط إيجابي هتتعلم إنك تنمو. في النهاية اللي بيفرق بين واحد ناجح وواحد واقف مكانه مش الاي كيو ولا قوة الذاكرة، اللي بيفرق هو العقلية. غير كلمة واحدة تفتح لك باب جديد. العقلية مش هدية، العقلية قرار.